احنا للاسف فهمنا رمضان بطريقه غلط، والغلط هذا يكبر سنه بعد سنه. رمضان المفروض يكون شهر تهذيب نفس، صار عند كثير من الناس شهر اكل، سهرات، مسلسلات ونوم. شهر كان المفروض نقرب فيه من الله، صار عند بعضنا جدول وجبات وسهرات لين الفجر. نتفنن بالسفره اكثر من اي شهر ثاني، نستهلك اكل اضعاف اللي نستهلكها طول السنه، نشتري كأن المجاعه جايه، ونرمي كأن النعمه ما لها قيمه. طيب، مو المفروض نحس بالفقير؟ مو المفروض الجوع يذكرنا باللي ما يلقى لقمة يسد فيها رمقه؟ بدل ما يكون رمضان مدرسة صبر، صار اختبار عصر. المدخن يتوتر يعصب، ممكن يأذي غيره، وإذا أحد كلمه يقول تراني صايم. كان الصيام فضل منا علينا، بدل ما يكون رمضان فرصة ذهبية يقطع عادة تدمر صحته وفلوسه. أول شيء يقطع عليه السيجارة والصلاة. نقوم للتراويح بعد وجبات ثقيلة، بطون ممتلئة، أجساد مرهقة، وناس تتمايل من التخمة أكثر من الخشوع. ريحة الأكل تسبقهم للمسجد، وأطفالهم يركضون ويزعجون المصلين، وكأن المسجد ساحة لعب. صرنا نخاف من بعض في آخر ساعة قبل المغرب، تخرج مشوار بسيط تكون مغامرة. توتر وزحمة وعصبية، سب وشتم، وكلهم صايمين. والغريب، في رمضان نتصرف كأن الله موجود فقط في هذا الشهر، نصير وعاظ فجأة، وننسى أن الله موجود طول السنة. لكن رغم كل هذا لسه في ناس تعطي رمضان حقه، ناس تصوم بقلوبها قبل بطونها، نقلل أكلها، تزيد عبادتها، تمسك لسانها وتراجع نفسها. هذول هم اللي فعلا يفهمون رمضان، هذول اللي يطلعون من الشهر أنقى، أخف، أقرب إلى الله. رمضان مو شهر امتلاء البطون، رمضان شهر امتلاء القلوب. إذا ما تغيرنا فيه، متى راح نتغير؟